وفينا من قضيه السبرانيه والسارق نحكم الحمد لله، ولا نقول لكم اللي خذوا بكل اختصار. السارق خلاق 2008 ذلك يعتبر قاصر، ضحاياه من شور كابيتال الى عين الطلح الى مرصد شبشبات. اللي سرق عليه 350,000 واللي سرق عليه 150,000 واللي سرق عليه 70,000 واللي 700,000 واللي فات من الناس هو اللي فاتوا عيطوا والله الناس اللي قدمت شكايات. يعني فهم ياسر من الناس خري ما فاتوا جاوا لانهم ما قدموا كاع شكايات. حق لقوص حامي كل نهار كان يطوط على الناس مبالغ تقدر قيمتها مليون ويعدلوا لمده 3 ايام. يعني اقل شيء تقدر تقولوا طفل كان يقض من المرصى عنده مليون. والشكر موصول للسبرانيه اللي قدمنا لها الشكايه في اقل من 6 سوايع تم القبض عليه، وهذا هو اللي خلق بكل اختصار. اما المهم واللي نبغيكم تنصنتوا له هو على اخوكم الساعه اللي تخلي المجال ما قطت خلي مسابقه، وبفضل مولانا ودعمكم تم ترشيح جائزه افضل صانع محتوى للالعاب. مسابقه ينقال لها اللايك الذهبي، جائزه معادله ذاك تطبيق ما نبقي نذكر اسمه، تطبيق خارق ينقالوا تيستوك، ان شاء الله تعودوا فهمتوه. واللي طاعن على الناس ياكين علني بلا داعمين والله ما عندي رقاج وحدين يقولوا علينا ما نافسونهم شيء انا وترجعوا ذاك فعلا حق بي المسابقه معدله ذاك البرنامج، وانا ماني من الناس اللي حتى مشهور فيه. لذلك نختار الخلق اللي ورايا يصدم من الناس اللي استنقصوا منه وقالوا علينا ما لنا مده وعلينا ما نافسوهم. لا نعطيكم طريقه التصويت ان شاء الله في المقاطع القادمه، وعرفوا علينا ما ندور ولا الفوز، نحن ندور نكتسحوه. وفي الاخير لا تنسوا تصلوا على النبي ونشوفكم في المقاطع القادمه. نبقيكم كاملين، سلام.